سعر الفضة رايح على فين؟ ده السؤال الأهم اللي شاغل بال كل واحد بيستثمر في الفضة دلوقتي. يا ترى نشتري ولا نبيع؟ هو ده السؤال اللي الكل بيدور على إجابته، وفي التحليل ده هنديكم إجابة واضحة وصريحة، مش مجرد آراء وخلاص، لأ، ده تحليل مبني على الأرقام والبيانات الفعلية للسوق. في الخمس دقايق اللي جايين دول بالظبط هتعرفوا الخلاصة كلها. وقبل ما نبدأ، لو النوع ده من التحليلات بيهمكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان تتابعوا معانا كل جديد أول بأول. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. طيب، إيه الوضع الحالي لسوق الفضة؟ بصراحة هو عامل زي لعبة شد حبل. في استقرار؟ بس استقرار هش جدا وممكن يتكسر في أي لحظة. يعني الفضة قدرت إنها تتماسك فوق مستوى سعر مهم، ودي حاجة كويسة. لكن في نفس الوقت الثبات ده على كف عفريت وممكن يتأثر بأي ضغوط تحصل في السوق. الصورة هنا بتوضح الموقف كله. على اليمين عندنا نقطة قوة، وهي إن السعر ثابت فوق مستوى $70. لكن على الشمال في ضغوط كبيرة جدا زي التوترات السياسية وتقلبات أسعار الدولار والطاقة. كل دي عوامل بتعمل حالة من عدم اليقين، ومحدش عارف إيه اللي ممكن يحصل. طيب خلينا نمسك أول خيط، السيناريو الإيجابي. إيه اللي ممكن يخلي سعر الفضة يرتفع؟ وإيه هي المحطات اللي لازم يعدي عليها؟ أول عقبة أو أول اختبار حقيقي لقوة الفضة هو مستوى $77.80. لو السعر قدر يتجاوز النقطة دي هتكون أول إشارة إن المشترين بدأوا يسيطروا. بس المحطة الأهم والأخطر على الإطلاق هي مستوى $80. ده مش مجرد رقم، لأ، ده حاجز نفسي وتاريخي مهم جدا. لو السعر قدر يخترق ويثبت فوقه، دي هتكون إشارة صعود قوية جدا للسوق كله. والكلام ده بيأكده خبراء كبار زي جيم ويكوف من كيتكو ميتلز، اللي بيقول إن المضاربين اللي متوقعين الصعود كلهم حاطين عينيهم على الإغلاق فوق مستوى $80 ده بالذات. يعني ببساطة خريطة الطريق للصعود واضحة. الخطوة الأولى نكسر 77.80، الخطوة الثانية نخترق بقوة حاجز $80، ولو ده حصل الهدف اللي بعده هيكون $82.80. تمام. دلوقتي بقى لازم نبص على الناحية التانية من الصورة، السيناريو السلبي. إيه هي المخاطر اللي ممكن تخلي السعر ينزل؟ هنا بقى بنتكلم عن مستوى $70. ده يعتبر الأرضية النفسية للسعر، خط الدفاع الأخير. لو السعر كسر المستوى ده ونزل تحته، دي هتكون إشارة مقلقة جدا وممكن تكون بداية لموجة هبوط. وقبل ما نوصل $70 في خطوط دفاع تانية زي مستوى $75 وبعده $72.5. لكن لو كل دول انهاروا وال70 اتكسر، للأسف الباب هيتفتح لمستويات أقل، والهدف الأول هيكون $69.78. وهنا في تحذير مهم جدا من بيتر تايلر من مجموعة ماكواري. بيقول إن طبيعة الفضة إنها بتميل للهبوط السريع بعد موجات الصعود، وده بيخليها متقلبة أكتر بكتير من الذهب. يعني لازم نكون فاهمين إن الفضة ممكن تطلع بسرعة وبرضه ممكن تنزل بسرعة أكبر. طيب، بعد ما شفنا سيناريو الصعود وسيناريو الهبوط، نوصل بقى للزبدة، الخلاصة، القرار النهائي. نعمل إيه؟ السؤال الأخير والأهم، نشتري ولا نبيع، ولا الأحسن نستنى ونعملش أي حاجة دلوقتي؟ القرار كله بيتلخص في الجدول ده ببساطة شديدة. لو السعر اخترق مستوى $80 وثبت فوقه، دي إشارة شراء واضحة. أما لو كسر مستوى دعم $70 لتحت، دي إشارة بيع فورية. طيب، طول ما السعر محبوس في المنطقة اللي في النص دي بين 70 و 80، يبقى السوق لسه محتار، والقرار الأفضل هو الانتظار لحد ما نشوف اتجاه واضح. ودلوقتي جه دوركم تشاركونا رأيكم. قولوا لنا في التعليقات من وجهة نظركم، شايفين الفضة رايحة على فين الفترة الجاية؟ صعود ولا هبوط؟ مستنيين نسمع توقعاتكم.